عليكم، كل سنة وانتم طيبين. أيام جميلة داخلة علينا، يا رب ما يحرمش حد من أي دعوة جميلة بيتمناها، ويرزق كل مشتاق بما يشتاق. بص يا حبايبي، الحل ده سهل جدا وبسيط. جاتو شاتو احنا هنعمله بالطريقة دي. هنحط عليه كريم شانتيه، والخطوة دي اختياري، حابة تضيفيه أو لأ براحتك يرجعلك. مقادير بسيطة جدا وسهلة: كوباية لبن، كوباية زيت، وكوباية سكر، ونحط نص كوباية من الكاكاو الخام. لو هتحطي كاكاو محلى يبقى هتحطي نص كوباية سكر. انا هنا حاطه كاكاو خام اسباني، فطبعا طعمه بيكون مر، وحطينا كوباية سكر. وهحط كمان معاهم 2 ظرف فانيليا. لو عندك الفانيليا سايلة احلى طبعا، تبقى مركزة. ضربتهم في الخلاط. احنا عايزين القوام زي ما انت شايفة كده، بيكون تقيل مش خفيف. هناخد كوباية واحدة من الخليط ده وهنركنها على جنب خالص، دي هنستخدمها في الاخر للتزيين. بعد كده هضيف بيضتين، وهرجع تاني اضرب الكلام ده كله في الخلاط. لازم بقى نضرب كويس جدا الخطوة دي عشان البيض يفتح معانا، وكمان يدي كده قوام يعني احسن للكيك. وهاخد الخليط ده بعد كده في بولة، وهبدأ انزل عليه الدقيق بتاعي كوباية ونص. وطبعا زي ما قلت لكم لازم الدقيق يتنخل. كل مرة بنقول في الكيك او معجنات الدقيق يا جماعة لازم يتنخل حتى في المعجنات. ونحط معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ورشة بسيطة خالص من الملح. وهبدأ اقلب المكونات دي عادي بالمضرب اليدوي. وتحاولي بقى تخلي كل حبايات الدقيق كده ما تبقيش شايفة اي دقيق فيها. بعد ما كل دقيق يختفي تكون كده تمام معاكي جاهزة. درجة الفرن طبعا 180، انا مشغلة الفرن دلوقتي. وبعد كده هندخل الكيك، بياخد حوالي بالظبط نص ساعة، مش بيطول. وبعد نص ساعة افتحي عليه، اختبري من النص كده بسكينة رفيعة او خلة. لو لقيتي السكينة او الخلة طالعة نظيفة يبقى كده الكيك استوى. بتسيبي الفرن شوية مفتوح يتهوى، وبعد كده بتطلعيه من الفرن، يعني ما تطلعوش مباشر من الفرن على بره. انا هنا جبت قالب كده مربع اي شكل طبعا حباه، ده قالب مستطيل. دهناه طبعا يعني فرشة سمنة كده ورشة من الدقيق. بتخبطي القالب كده في الرخامة لحد ما الكيك كده يتساوى وتدخليه الفرن. هنا بقى هعمل الطبقة التانية، طبقة الكريم شانتيه دي اختيارية خالص، لو مش حابة تضيفيها خلاص هنزين بالكوباية اللي ركناها في الأول. أنا هنا ضفت كوباية من الكريم شانتيه الخام. ده كريم شانتيه جاي من عند العطار، وبيبقى خام مش بيبقى مسكر، عشان كده أنا هضيف له كمان ربع كوباية من السكر. وهضيف عليه كوباية مية كاملة. أنا هنا بضيف كوباية المية بالتدريج. وبصراحة الكريم بتاع الشانتيه الخام خد معايا كده قوام سميك شوية، فضفت عليه ربع كوباية مية. انتي كوباية الكريم شانتيه بتضيفي عليها كوباية مية بس بالتدريج، يعني تبدأي نص كوباية مية، لو احتاجتي بتضيفي ربع زي ما انا بعمل. هنا ضفت 3 معالق سكر كبار زي ما انت شايفة، ضفت تاني ربع كوباية مية، وببدأ تاني اضرب بالمضرب. ودي افضل طريقة تعملي بيها الكريم شانتيه عشان ما يبقاش سايل منك خالص. هنا بقى زي ما انت شايفين الكيكه استوت طريه جدا ما شاء الله. انا قلبتها عشان عارفه ان الناحيه التانية بيبقى فيها مفرغه اكتر، وحابه ان الفراغات دي يدخل فيها كريم شانتيه كده عشان تبقى طريه ما شاء الله، متماسكه وطريه. هبه اوريكم. وهنزل بقى بطبقه الكريم شانتيه. طبعا الكيكه بتسيبيها تبرد شويه، مش بتحطي عليها كريم شانتيه كده وهو ساقع، عشان يكون قوامه كبير كده ومتماسك، ما يسيحش وينزل يسيل عليها. لو لسه متابعيني اعملي لايك، ما تنسيش من اللايك، انزلي على طول اعملي لايك، وخدي بقى شير كده للقناه وفعلي زر الجرس. كل وصفاتنا اقتصاديه وسهله وبسيطه. يا رب الفيديو يكون عجبك. وبعد ما فرنا كده الكريم شانتيه هنحط بقى الطبقه الاخيره، الكوبايه الاخيره اللي احنا شلناها على جنب بتاعه صوص الشوكليت. زي ما انتم شايفين كانت تقلت جدا، فقلبتها كويس الاول بالشوكه وبدات انزلها
طبعا كانت تقيله خالص على فكره، تقلت قوي لما سبتها كمان. وطبعا بعد ما نعمل الكيك ده يا جماعه لازم يرتاح، الجو ساقعه فانا سبتها بره كام ساعه عادي تقلت. مستعجله عليها، دخليها الفريزر تتقل 10 دقايق 15 دقيقه وطلعيها قطعيها على طول، فلازم نسيبها ترتاح عشان نقطعها. بالسباتula كده بالراحه بفرد طبعا طبقات، وطبعا يعني زي ما انت شايفه انا بعملها بالراحه كده عشان خاطر ما ابهدلش شكل الكريم شانتيه ويطلع شكلها كويس من بره. طبعا التقديم ده يا جماعه مهم لان العين بتاكل يعني زي ما بنقول من قبل البطن. المقادير مظبوطه وهايله، عايزه اقول لكم ان الحمد لله عجبت الولاد وعجبت كل اللي دقها. القوام كان جميل جدا. التكه هنا في الكاكاو اللي انت هتستخدميه، اشتري الكاكاو اللي بيبقى طعمه حلو، الكاكاو الاسباني، او لو هتشتريه يبقى تشتري علبة الكاكاو المضمونة اللي هي من الشركات المعروفة، بس ده بيبقى كاكاو محلى. طبعا هتقللي كمية السكر زي ما قلت لك في اول الفيديو، لان هي كيكة كاكاو فلازم يطلع طعم الكاكاو حلو. لو اشتريتي الكاكاو طعمه مش حلو الكيك كله ممكن يبقى مش حلو معاكي. لو هتشتري من الشركات المعروفة هي بتبقى كاكاو محلى زي ما قلنا، بدل ما نحط كوباية سكر كاملة هنحط نص كوباية سكر بس. طبعا بقى انا عايزه اقول لكم ان استعجلت عليها وقطعتها بدري، فالشوكولاته كانت سايحه شويه زي ما انتم شايفين. اول ما بقطع بتسيح كده في النص، مش بيبان التقطيع خالص. ولادي طبعا كانوا شايفيني وانا بعملها، فطبعا يلا يا مامي قطعي، يلا يا ماما عايزين، فبصراحه سابوا عليا، بدات اقطعها كده واستعجلت عليها. طبعا لا، الافضل انك تسيبيها كام ساعه بره. ولا انا بعد كده لما قطعتها وشلت منها قطعه وسبتها بصراحه تماسكت بعد كده، يعني القطعه اللي قطعتها بعد القطعه الاولى دي كانت متماسكه جدا. طبعا الكيك طريه جدا زي ما انتم شايفين ما شاء الله. وجت احلى لحظه ندوق بقى الجاتوه شاتو، بصراحه زي قطعه الجاتوه بالظبط. كمان لو فكرتي ان انتي تدي كده الكيكه كام تخريمه كده بخله السنين وترشي عليها شويه سيرب كده او شويه مثلا لبن او شويه ميه بسكر، هتبقى طريه كده وهتبقى طعمها احلى واحلى. بصوا هنا بقى ولادي انا خدت قطعه دقتها، وهنا ولادي كل واحد باخد قطعه طبعا مش قادرين يستنوا. يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم وتعملوها كده لحبايبكم وتفرحوهم، وحلقة جميل جدا وسهل وبسيط، وممكن كمان نعتمده في رمضان للضيوف. كل سنة وانتم طيبين يا رب، واللهم بلغنا رمضان ونحن في أحسن حال، وربنا يحسن ما بين ايديكم.